بعد مرور 3 أيام على حضورك للوادي لأول مرة، إيه بقى انطباعك عن الزيارة دي؟ زيارة جميلة. الوادي الجديد محافظة جميلة جدا. آه أحلى حاجة أنا يعني منبهر بيها اللي أنا عامله دلوقتي ده، كهف الملح، منبهر بيها. تقدر تدينا فكرة عن كهف الملح ده للي ما يعرفش عنه حاجة أو ما سمعش عنه قبل كده؟ وإيه مثلا هو كهف الملح وإيه فوائده وحاسس بإيه؟ أنا أما جيت هنا، آه يعني حفر حفرة كده وقال لي انزل نام هنا واقعد استريح، هتحس بنبض القلب في رجلك. ما كملتش الكلمة كنت حاسس فعلا لغاية دلوقتي النبض في رجلي. انا هسأله اصلا دلوقتي ليه الموضوع ده. الموضوع يا جماعة جميل جدا. انا حاسس فعلا ان جسمك بيطلع طاقة سلبية فعلا. مم. نفس الفكرة في ايه؟ كهف الملح اما الواحد بيقعد على البحر بيستريح علشان ريحة اليود. مم. فالملح طبعا كله ريحة يود. فهو سبحان الله، يعني موضوع رائع يا جماعة، لازم تجربوه. وبشكر جدا أستاذ سيد على مجهوده وعلى تعبه. ويعني عايز أقول لكم حاجة بقى. أستاذ سيد